80% من الكومنتات كانت ضدي بعد ما نزلت فيديو عن الدكتور ضياء العوضي وقلت ان نظام الطيبات ممكن يضر الشعر والبشره على المدى الطويل. فوجئت ان اغلب الكومنتات كانت بتقول العكس تماما. الفود ستافس اللي انت سايبنا ناكلها دي على قلتها، هل دي كافيه لخلايا جسم تقوم بمهامها؟ جوع تسد رمقك، تعطش تسد عطشك. ناس كتير قالت ان التساقط وقف والشعر بقى احسن والبشره اتحسنت. لان اي شخص يا صديقي العزيز بكل بساطه بيمنع السكريات والمصنعات والاكلات السريعه هيلاحظ تحسن مبدئي في صحته وشكل بشرته وشعره. لكن هنا لازم نفرق بين التحسن المؤقت والتاثير المثبت علميا. لحد دلوقتي مفيش دليل علمي موثق يثبت ان منع الفاكهه او الخضروات او تقليل شرب المياه بيرجع لون الشعر الطبيعي بعد فقدانه. على العكس، انتاج صبغه لون الشعر بتعتمد على العناصر الغذائيه ومضادات الاكسده. بيتم الحصول على جزء مهم منها بالتنوع ما بين الغذائيات او نظام غذائي معين. كمان الخلايا المسؤوله عن لون الشعر بتتاثر بالاجهاد التاكسدي. التغذيه والاكل يعتبروا دعم مهمين جدا علشان البشره وعشان الشعر بشكل عام. عشان كده لو في حد حس بتحسن في البدايه ده لا يثبت ان تفاصيل النظام صحيح بنسبه 100%. ومناسبه لكل الناس على المدى الطويل. انا مش ضد اي شخص ومش ضد اي تجربه ناجحه، لكن بحترم تجارب الناس وفي نفس الوقت بنرجع للعلم والدراسات قبل ما نعتبر اي نتيجه حقيقه ثابته. الراحه المؤقته ممكن تبان نجاح. المستدامه محتاجه دليل مش مجرد ترند. اصدقائي الاعزاء اللي جرب نظام الطيبات يكتب لي في الكومنتات حس بايه ووصل لايه لحد دلوقتي وبقاله قد ايه بيستخدم النظام ده. وما تنسوش ان الاد فوريت حل علشان تقدروا ترجعوا له الفيديو ده تاني. وما تنسوش تعملوا فولو علشان الفيديوهات اللي جايه هتفرق معاكم جدا في صحه ونضاره بشرتكم. خليل كير سكين كير اند هير كير. سلام.